السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين كده السمك الفظيع، انا من عشاق السمك، بعشق السمك، حياتي سمك. ممكن اكل كل يوم سمك، فطار غدا عشاء، ومشبعش من السمك. تعالوا بقى كده صلوا على النبي عليه افضل الصلاة واطيب السلام، ونعمل مع بعض السمك الفظيع ده. عندنا هنا صبيط، حطينا له التتبيله بتاعته وسيبناه على جنب. وده الجمبري برضو حطينا له شويه كده من التتبيله وحطيناه على جنب. ده جمبري لحم صغير، بيبقى رخيص مش غالي، بيبقى بجيبه مش عشان خاطر اقليه، مع ان لو اتقلى بيبقى حلو جدا. بجيبه بيبقى بلدي، بجيبه احطه في السمبوسه، اعمل بيه صينيه نجريسكو بالجمبري، تبقى طعمها فظيعه. ده بقى الجمبري فظيع. ارخص حاجه دلوقتي ده قصدي السمك، يا ربي فظيع. ارخص حاجه دلوقتي موجوده في السوق في اللحوم تقريبا السمك. هو السمك ارخص حاجه يعني. الكيلو ب60 جنيه ولا ب65 جنيه، حاجه كده كفاءه. هتجيب 2 كيلو هيكفي عيله مكونه من 6 افراد مثلا، مع جنبهم شويه رز، حاجه اخر كفاءه يعني. ف فظيع. تعالوا بقى اقول لكم التتبيله دي انا عملتها ازاي. التتبيله دي اللي هي بتاعه السمك عباره عن الثوم وفلفل مفرومين كويس جدا، وعليهم اللي هو السمك. الاول بفرمه، اللي هو عامه لكل الحاجه اللي انا هعمل بيها، اللي انا حطيت عشان انا حطيت في الصبيط وحطيت في الجمبري، عباره عن توم وفلفل مفروم والبهارات بتاعتنا. بهارات سمك، فلفل اسمر، كمون كتير، كزبره ناشفه كتير. تمام. من غير خضره، من غير كزبره او بقدونس. بضيف عليه بقى الكزبره والبقدونس والليمون الكتير قوي، عشان خاطر احطه للسمك. ليمون كتير، السمك يحب الليمون والليمون يحب السمك. بعد كده بقى بعد ما عملته اسيبهم على جنب يتبلوا، عشان انا هعمل ايه اللي جاب القلعه جنب البحر. انا جبت القلعه جنب البحر يا جماعه. هعمل مكرونه نجرسكو. جبت عندي كيسين مكرونه كده، عملتهم نص سلقه او 3/4 سلقه كده في صينيه كده، عشان خاطر عايزاهم يكملوا سواهم في الكريمه اللي انا عاملاها دي. عندنا 3 4 معالق كبار، او 3 معالق كبار دقيق، بحمرهم كده في سمنه ومعاهم شويه زيت، وابتدي ان انا اضيف عليهم اللبن على طول. شايفين تقل ازاي؟ اللي خلاه يتقل ايه بقى ده؟ ان انا بحط عليه الميه بتاعه المكرونه اللي هي فيها نشا، بتتقل نسبه وتناسب. عايزه تقلي البشاميل بتاعتك او الكريمه بتاعتك من الميه اللي فيها نشا بتاعه المكرونه. مفيش اجمل من كده تقلي بيه، بتخليها كريمي وجوسي قوي. عايزه تخففي بميه عاديه، ميه بقى مغليه، ميه من الحنفيه، شويه شوربه، المهم ان انتي بتخففي كده. انا بالنسبه لي القوام ده كان حلو كده قوي. عايزه اتقله شويه بس بساط كده، حبه بساط كده صغيرين عشان ما يبقوا ساقطين تحت. شايفين كده الكريمه طعمها وهم. والله نجيب عيش كده ونغمسه كده نغمز الكريمه. كنت حابه ان انا اتقلها شويه. شايفين؟ حمصوا الدقيق كويس، بيبقى طعمها فظيع لما تتحمص كده في السمنه البلدي. يا تكاته يا حركاته. دايما احط السكر. انا حطيت السكر وبعدين الملح عشان تعرفوا انا بحط ايه، وشويه بهارات وشويه فلفل اسمر وشويه كزبره ناشفه، شويه كمون، حاجات خفيفه كده بس. نخش بقى على الجمبري اللحم اللي هو الصغير ده، كأنك بتعملي كبده بتشوحيها. شويه توم بالفلفل بتوعنا من غير الخضره او الليمون، هشوحهم تشويحه كده بسيطه، وبعد كده هروح راميه عليهم بصل انا مقطعاه حلقات. حطي خضره براحتك، اي حاجه عندك حطيها، جزر، فلفل، كل اللي عندك حطيه في المكرونه النجرسكو، بيبقى طعمها فظيعه ومغذيه كده ومليانه كذا نكهه. بعد ما اشوح البصل شويه هرمي عليه جمبري اللحم الصغير. انا جايبه كيلو الا ربع ب75 جنيه باين او ب70 جنيه، مش رخيص مش غالي. وبعد كده بقى نحط الفلفل الالوان. الفلفل الالوان اغلى من التفاح الامريكاني، ب40 جنيه كيلو الفلفل الالوان. رحت جبت كده واحده صغيره كده، قطعه 9 جنيه. ماشي، بس بيبقى طعمها فظيع في البشاميل وفي المكرونه النجرسكو.
فهنبتدي ان احنا نشوحها كده. نحط بقى التوابل بتاعتنا، ملح، سكر زي ما قلنا، بهارات، فلفل اسمر بسيط، كزبره ناشفه، كمون كتير. بس هبتدي ان انا اشوحه. مش عايزه انشفه قوي، انا عايزه تكون المكرونه بتاعتي فيها سوائل كتير عشان خاطر هتستوي معظمها في يعني الربع الاخير ده هيستوي في المكرونه في الفرن زي ما انتوا شايفين كده. مش هخليها تنشف قوي. هبتدي دي بقى ان انا اجيب عندي الصينيه بتاعتي واحط فيها رق من المكرونه. شايفين المكرونه بتلمع ازاي؟ والله ما حط عليها زيت ولا اي حاجه خالص، عباره عن ميه غلت، رحت راميه فيها المكرونه بتاعتي وفيها شويه ملح بس، لا اكتر ولا اقل، ولا زيت ولا الكلام ده، الكلام الفاضي ده والحاجات دي. هبتدي ان انا احط راق اللي هو شايفين بقى فظيع. شايفين وانا بنزل كده الجمبري بالسوائل بتاعته، مفيش اجمل من كده ولا اسهل من كده اظن. ابتدي بقى ان انا احط عليها كده حاجه بسيطه كده، رشه بسيطه من البشاميل بتاعتي الجميله. شايفين البشاميل بقى؟ لا تقولي لي خلاط ولا مضرب ولا مش عارفه ايه، على ايديا كده، ولا فيها كلكعه ولا مكلكعيش. وابتدي ان انا احط رق تاني من المكرونه. بعد ما حطيت رق مكرونه، رق الجمبري اللي هو الحشو بدل اللحمه دلوقتي، عشان خاطر اروح اجيب نص كيلو لحمه مفرومه 150 جنيه تقريبا، او 120 او 130 جنيه. لا ده كيلو الا ربع كتير قوي. قعدنا كمان حتى ناكل فيه كده بالعيش واحنا واقفين كده وهو بيتشوح، وحلو قوي يعني. حطيت رق مكرونه بعد كده، وبعد كده هبتدي ان انا انزل عليه البشاميل بتاعتي الرهيبه. شايفين؟ وبس، مفيش ولا اكتر ولا اقل، ولا نحط بيض ولا ما بيضاش. البيض بقى غالي مولع نار، نيجي نحطه على في الفرن على طول اوتوماتيك. وبعد ما هو داخل على سويان، وبعد ما استوى من تحت كده، هنشغل عليه الشوايه من فوق، ونحط كده شويه زبده كده من فوق على لو عندك جبنه موتزاريلا هيبقى حلو قوي. ما عندكيش شويه زبده كده او حته سمنه كده بلدي من فوق، بتخلي شكلها وطعمها في حته تانية. دي سلطه طبعا، طماطم، خيار، جزر، كزبره خضراء، عشان خاطر ما كانش عندي جرجير ولا كابوتشي. هنروح بقى نعمل الرز البني بتاعنا اللي انا مشهوره بيه، اللي كله بيحب ياكله من ايدي. هحمر بصلايه مش مبشوره، متقطعه عشان خاطر تدينا اللون البني. هنحاول ان احنا نحمرها كده. شايفين التحميره دي؟ واول ما تتحمر بقطع فيها طماطمايه تكون مخليه الجلد بتاعها، وبعد كده بشوح كده رز شويه ولا اكتر ولا اقل، واروح ساقيه الرز. هسقيه بميه عندي، وحط ملح وسكر وشكرا على كده بس، لا اكتر ولا اقل. الميه تكون زياده عن منسوب الرز بتاعنا سنتي او 2 سنتي، عقله بس، هي عقله صباع بس، عقله الصباع اللي هو بيقول واحد ده السبابه. بس لا اكتر ولا اقل. دي بقى ان انا اروح اقلي بقى السمك بتاعي، لازم بيبقى اخر حاجه عشان خاطر يبقى سخن كده ملهلب. عندنا الدقيق، حطيت عليه معلقتين نشا، وهحط عليه بتاع حوالي برضو معلقتين صغيرين فيجيتار حار زي ما انتوا شايفين كده معايا. هجيب اول حاجه هقليها الصبيط انا مقطعاه كده حلقات، جميل جميل جميل، اللي هو البلدي. الكيلو ب100 جنيه برضو، مش غالي، رخيص، حلو، وطعمه في حته تانية. هبتدي ان انا اغلغله في الدقيق كده بالنشا بالفيجيتار، وابتدي ان انا احطه عندي في مصفى وانخله كويس من الدقيق، عشان خاطر ايه؟ الزيت عندي ما يتحرقش. بعد ما نخلته كويس، عندنا بقى زيت سخن كده، مش غزير قوي ولا قليل قوي، وسط كده، ويكون سخن اهم حاجه. واروح راميه فيه السبيط بتاعي، بياخد لون اصفر بس، وابتدي ان انا اطلعه. خلوا بالكم انتوا بتقولوا، عشان خاطر بيعمل فرقعه فظيعه. لو طال وشك ولا طال رقبتك ولا طال ايدك، عليهم العوض ومنه العوض.
يعني ايه، اعملي كده بمعلقه طويله او مقصوصه طويله يكون بينك وبين الطاسه متر. ربنا يحفظنا جميعا يا رب. يفضل يعمل كنابل كده. عندنا بقى السمك هنجيبه ونحطه في الدقيق رق بسيط بس كده، يمين وشمال لا اكتر ولا اقل. شايفين انا بقى عشان السمك ده كبير، مش باين في الصوره بس هو سمك كبير. بفتح كده في الظهر بفتح كده في اليمين وفي الشمال فتحه، وبحشيها برضو من الحشو، بتبقى طعمها جميل جدا وبيبقى شكلها شيك كده وهي مقليه، ومفتاحه كده فتحه في النص تبقى فظيعه. شايفين هو ده اللون اللي انا عايزاه في الجمبري. لو سبتيه اكتر من كده بيبقى عامل زي البلاستيك، في قصدي الصبيط. لو سبتيه اكتر من كده بيبقى بلاستيك زي ما بيقولوا كده. شايفين بقى السمك، هبتدي ان انا اقليه، ولا فيها شطاره ولا فيها قطاره زي ما بيقولوا كده. بس هوب خد هنا وش، اروح قلبيه على الوش التاني، وشكرا. زي ما عملنا في ده هنعمل في التاني. وبكده خلاص هنكون ان احنا خلصنا، قلينا الكمية بتاعتنا كلها. كان 2 كيلو ونص تقريبا، 6 سمكات. سمك كبير بس مش باين يعني في الفيديو. دي بقى صينية النجريسكو الفظيعة. تعالوا بقى ندوق مع بعض السمك الفظيع. طعمه يعني اجمل حاجة في الدنيا فعلا، واجمل لحمة واضمن لحمة السمك. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله رب العالمين. عندنا بقى طعمها فظيع النجرسكو. شايفين بقى انا بحب اعمل كده الصبيط حلقات كده، هو بيبقى رقيق او كده بس بحب اعمله حلقات والبسه في صوابعي واكله كده زي الاطفال، زي البوزه بتاع زمان. شايفين بقى الرز المفلفل البني المفلفل الفظيع، ولا السمك. بصوا اعملوا السمك بالطريقه دي والنجرسكو والرز والصبيط، وان شاء الله باذن الله يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسيش تعملوا اشتراك وتعليق حلو زيكم.